مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة والطريق الثالث. عايز أبدأ مع حضراتكم بداية مختلفة من كلام عمرو أديب. معرفش مين من حضراتكم سمع كلام عمرو وهو بيتكلم وبيقول إن مصر سياحية، ما تقوليش بقى زراعية، ما تقوليش صناعية. طبعا الكلام ده أنا بعتبره من الخطورة بمكان، كلام خطير جدا. أولا لقائله، ثانيا للمكان اللي تم فيه إرسال هذه الرسالة، دبي. وحينما يكون المتحدث عمرو والمكان دبي لابد أن تعي أنها رسالة. طيب، ليه خطورة هذه الرسالة؟ أولا، ما هو وجه التعارض بين أن تكون مصر سياحية وفي ذات الوقت صناعية وفي ذات الوقت أيضا زراعية؟ هل هناك تعارض؟ الإجابة لا. النهاردة إذا كانت مصر سياحية فهي سياحية، جزء كبير جدا من هذه السياحة قائم على السياحة الأثرية أو المزارات الأثرية السياحية التاريخية الفرعونية تحديدا. لو تيجي لتاريخ الفراعنة، وكان من ضمن أو جزء كبير جدا من هذا التاريخ هو سيدنا يوسف نبي الله، والقرآن حدثنا بذلك لما قال اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض هنا كانت هي سلة غلال مصر والمنطقة المحيطة بها، بل كان العالم كله في سنوات القحط. كان في هناك سنوات عجاف 7 زي ما حضراتكم عارفين. السنوات دي لولا أن مصر كانت دولة زراعية كان حصل مجاعة وكان انتهى يعني كل المصريين اللي موجودين، بل مصر والمنطقة المحيطة. سمعت حضرتك بنفسك قال لك ما تقوليش بقى زراعية، ما تقوليش صناعية، هي سياحية وبس. السياحة دي هي حقنة الفيتامين اللي حضرتك بتاخدها. هو من امتى حقنة الفيتامين اللي حضرتك بتاخدها دي تقدر تعيش عليها؟ حقنة الفيتامين دي لما ينتهي مفعولها هتعمل ايه حضرتك؟ أول حاجة نحن نؤكد على أهمية السياحة، بل على العكس أن السياحة المصرية غير مستغلة حتى الآن الاستغلال الأمثل. مصر لديها مقومات سياحية مش موجودة في أي دولة في العالم، ومع ذلك هناك دولة وحيدة أو دولة واحدة في العالم هي أسبانيا مثلا، الدخل بتاعها من السياحة يعادل الدخل بتاع ال 22 دولة عربية، في حين ان ما عندهاش اي مقومات سياحيه اثريه زي ما هو موجود في مصر. مصر فيها مدينه فقط، هي مدينه الاقصر، تحوي على تلت اثار العالم. كلام كتير بنردده، كلام كتير احنا حافظينه، ولكن السؤال هل تم استغلال هذا الكلام؟ وبالمناسبه هو مش كلام، هو حقائق، هو واقع. الاقصر بالفعل تحوي على تلت اثار العالم. طب عملنا ايه؟ الحاجة التانية أن مصر بها سياحة شاطئية مش موجودة في أي دولة في العالم. على سبيل المثال أن حدود مصر الشمالية بأكملها هي على ساحل البحر المتوسط، وحدود مصر الشرقية بأكملها من شرقها من شمالها لجنوبها على ساحل البحر الأحمر، وأيضا موجود فيها جزيرة سيناء، الجزيرة اللي مش موجود مثيل لها في العالم بهذه المساحة. طيب، لما نيجي للزراعة، احنا اتكلمنا عن سيدنا يوسف وعهد سيدنا يوسف. تعال نتكلم على عهد حديث شوية، وكان من فترة قريبة جدا، هو بدء دخول زراعة القطن في مصر. اللي دخل زراعة القطن في مصر كان محمد علي باشا، والكلام ده كان سنة 1820، يعني احنا بنتكلم يعني من حوالي 200 سنة. طيب، بعد ما دخلت صناعة القطن، وكان القطن بالتحديد هو القطن المصري طويل التيلة، اللي فضل هذا المحصول محصولا استراتيجيا من العام 21 أو 22 بعد جني أول محصول للقطن المصري حتى العام أو حاجة و80 كمان. أنا عايز أقول لحضرتك إن كان في ناس كتير جدا في المدارس بتتأجل الدراسة في عدة محافظات مصرية منها محافظات الدلتا لزراعة القطن. كانوا بيستنوا أن تبدأ الدراسة بعد موسم جني القطن. كان عيد، كانوا بيسموا القطن الذهب الابيض، الذهب الابيض. ناس كتير مننا عاصرت هذا العهد وهذا الذهب. مصر كانت بتصدر الذهب الابيض ده لمعظم دول العالم، وكان جودة القطن المصري هي رقم 1 في العالم. تدخل حضرتك اكبر المتاجر في امريكا في اوروبا تشتري المنتج او الملبس، لو ده ب$100 بتلاقي جنبه ب$300. ايه الفرق؟ لا، ده قطن مصري حضرتك. نهضت من خلاله الصناعة التي كانت أحد ركائز الاقتصاد المصري، صناعة الغزل والنسيج. ولدينا عدة قلاع صناعية.
المحله، كفر الدوار، وفي الاسكندريه اللي لسه دلوقتي بيهدموا شركه الكتان المصريه وبيهدموها. اكبر قلعه صناعيه في اسكندريه في صناعه الغزل والنسيج بيتم هدمها دلوقتي لان تم بيعها لاحد المستثمرين. طبعا انت عارف مين اللي اشتراها. طيب معروف طبعا، انت لو بتبيع اي حاجه معروف مين اللي بيشتري. كلنا عارفين برضو التاريخ ده. مصر في حتى مطلع الخمسينات كان الدولار حوالي حاجه و20 قرش، 23 24 قرش. كان الجنيه المصري نفسه، جنيه عمرو المصري ده اللي هو كده تحط ايدك كده كان يملاها حضرتك. الجنيه المصري، كان الجنيه المصري الورق ده قيمته اعلى من الجنيه الذهب. كان الجنيه الذهب قيمته 97 قرش والجنيه المصري 100 قرش. ده كان بسبب ايه؟ كان بسبب ان مصر كانت فيها ركائز صناعيه، وكانت الركيزه الرئيسيه فيها كانت دوله زراعيه. هنا ما كانش فيه سياحه لسه يا عمرو، هنا ما كانش فيه سياحه لسه. على سبيل المثال انت لو جات لك اي حدث عالمي ممكن السياحه تتضرب. انت لو صاروخ من صواريخ رمضان دي اللي الولاد بتلعب بيها دي لو اتضرب في اي مكان سياحي انت ممكن السياحه تقف. بعيد وباكد اننا مع السياحه قلبا وقالبا، بل على العكس نحن نريد استغلال المقومات السياحيه المصريه افضل مما يتم حاليا. ولكن مصر دي كانت سله غذاء العالم ايضا وسله غلال العالم. محصول القمح المصري كان بيتصدر من ميناء اسكندريه عبر اليونان والى باقي اوروبا. دي كانت مصر لما كانت دوله زراعيه. لذلك كانت قوه مصر لم تتأتى لهذه الدولة قوة على مدار تاريخها إلا حينما كانت دولة زراعية وصناعية. لم يكن. أنت دلوقتي مشكلتك الرئيسية إيه؟ أنت عايز السياحة عشان إيه يا سيد عمرو؟ واحنا عايزين السياحه طبعا معاك بالمناسبه يعني، بس مش معنى ان احنا عايزين السياحه ان احنا نلغي الزراعه ونلغي الصناعه اطلاقا، مستحيل. ولو رحنا معاك في الاتجاه ده نبقى خونه. لو في يوم من الايام سمعتوا هاني الدباني اللي بيحدثكم دلوقتي ده بيتكلم وبيقول لك ان السياحه اهم من الزراعه ومن الصناعه، شاوروا عليا وقولوا عليا خاين. انا اللي بقول لك اهو، لو في يوم من الايام قلت لك ان السياحه في مصر اهم من الزراعه والصناعه قول عليا خاين فورا على طول، ما تفكرش، للاسباب اللي احنا ذكرناها. الحاجه الثانيه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انت مشكلتك دلوقتي في ايه؟ انت مشكلتك دلوقتي في العمله الصعبه وعدم وجود تدفقات من الدولار، تدفقات دولاريه تحديدا. ميزان المدفوعات بتاعك فيه خلل بسبب الفجوه بين الاستيراد والتصدير. كل ده بسبب ايه يا عمرو؟ بسبب ان انت ما بتنتجش حاجه، ما بتنتجش حاجه، لذلك بتستورد كل السلع والخدمات المهمه انت بتستوردها من بره. لذلك انت عندك مشكله في الدولار. وطبعا مشكله الدولار لها اسباب تانية طبعا احنا ممكن نتكلم فيها يعني، ولكن برضو مش دي المشكله الاساسيه. وفي تدفقات دولاريه وفي موارد دولاريه بتروح فين بقى؟ هو ده السؤال. ولكن مش ده موضوعنا دلوقتي. موضوعنا ان لما يبقى عندي صناعه انا كده هخف الضغط على الطلب على الدولار، بالعكس هيبقى عندي معروض. لما يبقى عندي زراعه انا مش هستورد قمح، مش هستورد ذره على سبيل المثال. يا عمرو هو ايه اللي مخلي سعر الفراخ اللي كانت الفرخه كلها على بعضها ب 20 جنيه النهارده بقت تعمل لها 200 جنيه مثلا، يعني الفراخ الكبيره، واللحمه اللي كانت ب 35 جنيه مثلا من 10 سنين او من 15 سنه النهارده ب 450 وممكن يعني توصل لارقام مع تحريك الدولار اللي جاي؟ ايه اللي مخلي كل الكلام ده؟ العلف، اللي المكون الرئيسي في هذا العلف هو الذره. طب تخيل كده يا عمرو لو مصر بتزرع ذره، لو مصر بتزرع ذره كان ممكن الموقف يبقى ايه؟ اكيد ما كنتش هستورد الذره واعمل منه العلف. الزيوت اللي اسعارها النهارده متفاقمه، النهارده ازازه الزيت في مصر قبل 10 سنين كانت ب7 جنيه، النهارده انت بتتكلم في اقل ازازه زيت اللي هو بيسموه خليط، اللي هو ما تعرفش خليط من ايه، وممكن يكون زيت مكررينه من جديد والكلام ده ومعبيينه ما تعرفش طبعا ده جاي منين، والناس بتاكل طبعا والامراض بتنتشر. اقل ازازه زيت النهارده انت بتتكلم في 100 جنيه من 7 جنيه من 10 سنين. كل الكلام ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ما بنزرعش ذره، ما بنزرعش قمح، ما بنزرعش قطن، بنزرع كنتالوب وفراوله وبطيخ. انت مع ده؟ اكيد طبعا انت مع ده، بالعكس ده انت عامل حلقات عن البطيخ الاصفر وجمال البطيخ الاصفر اللي بالمناسبه ملوش طعم يعني،
بالمناسبه يعني، وقلت عليه اناناس، وناس كتير صدقتك ودقت البطيخ وما كلوش تاني. فناس كتير جدا بتكذب طبعا في سبيل الاعلان، وسبيل ان يتحول الاعلام الى اعلان، وده اخطر شيء، ان يتحول الاعلام الى اعلان او الى مصدر رسائل او مروج لرسائل او مروج الى افكار من شانها الاضرار بالوطن. اشوفكم بعد الفاصل.